شاب جزائري من خيرة شباب الجزائر يوجه صفعة للماسونية وأتباعها مثل الدي جي سنيك هذا اللي جبتوه الجزائر وزبل عليكم، وأتباعه أيضا المتغلغلين في وزارة الثقافة وفي بعض المراكز الحساسة في البلاد. خويا أنت تمثلني، ومن الفخر من الافتخار ومن الفخر بيك قريب يطرطق لي عرق لا إله إلا الله محمد رسول الله والله أكبر. حفلة غير معلن عنها، على خاطر لو كان أعلن عن هذه الحفلة على بالهم باللي الشعب يهبط لهم السراول، حتى اللي خاطيه لا يصلي لا يزكي لا يصوم لا حتى شيء، الشعب يهبط لكم السراول لو كان أعلنتوا عليها قبل. هذه حاجة. تاني حاجة تقولوا دي جي سنيك متطوع وجاب لاش وما دا حد شيء، لا جاب الدراهم، وشركة تسويق الحملة هذه وما سوقت حتى شيء، جات ركبت ودارت مونتات بركة، الشعب ما على بالوش ودانكوه حفلة. من وقتها حفلات تدار ما تقوليش ساحة عامة ولا لا، على خاطر كاملة عمارات وكاملة ما كاملة سكان، والناس فيها المريض وفيها الكبير وفيها الرضيع وفيها اللي يبات يعاني من الأوجاع تاع الورم وتاع أمراض السرطان، والناس ما يعلم بها غير ربي. وكاين اللي يستنكر وما يحبش ويقشعر جسمه، وكاين ناس ما يحبوش خوتي الغنى، علاه تحتموا عليه انت يسمعوا هو في داره الغنى هذا. هو ماهوش من عبدة الشيطان، ماهوش من ماسونيين هذوك اللي جاو يلهثوا، اللي جات كلها تصور وتعمل والاخر، المغيبين الغافلين هذوما ما كاين، ما همش الناس كل كيف، ما همش الناس كل كيف. وعلاه في هذا التوقيت، وعلاه نفس البلاصه ديما. هذا سؤال مش انا اللي نطرحه بركه، أمة لا اله الا الله كامله تسأل فيه، الجزائريين كلهم. شوفوا هذه تاني رسالة للناس اللي برا اللي مشهم عايشين معانا، اللي يشوف حاجة كيما هكا يقول لك الجزائر دي الجزائر. لا حبيبي، ما هيش هذه الجزائر هي هذا الشاب اللي وقف واستنكر ووقف بصوت الحق، بدليل ولدرجة انه الحفلة ومشاهداتها والفيديوهات اللي تشيروا من الحفلة ما جابوش مشاهدات وما ضربوش ترند قد ما ضرب صوت الحق. الشاب هذا خويا راك ماكش كسبت احترامي انا وتقديري ولا الاخر، ولا خويا انت هو فخر الجزائر وانت هو فخر الاسلام. اقسم بالله لحمي مشوك، لحمي مقشعر انه يخرج واحد منا ويوقف في الوجوه هذيك. وقبيله شفت واحد الخبر يقول باللي وزارة الثقافة ممكن راح ترفع عليه قضية ولا رفعت عليه قضية. نتمناو ما تكونش الحاجة هذه نتمناو ما تكونش، وعلى خاطر علاه عندنا امل باللي كاين عقلاء في البلاد وراح يحاسبوا هاد الناس اللي داروا هاد الحفلة في هذا التوقيت، ويفتحوا تحقيق الشركة هذه اللي تفاوضت اللي لبرا واللي هنا. دي جي سنيك، شكون دي جي سنيك هذا؟ دي جي سنيك انا شفت له فيديو في امريكا، واحد البلوجر قال له وير ار يو فروم، قال له ام فروم باريس، يعني حاشم حتى بيكم. موش جزائري، الجزائري الحر تشوف كيفاش مرضاش بالزبل في بلاده. هادوم جزائريين مهجنين، هادوما مهجنين، هذا ماهوش جزائري. وش يعرف على الجزائر هذا دي جي سنيك هذا؟ وش يعرف على الجزائر؟ وش يعرف على الجزائر الانسان هذا؟ وشكون هذا؟ وزارة الشؤون الدينية راني مخلوع فيكم وباقي ونزيد نتخلع فيكم. وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يا المفروض يا وزير الشؤون الدينية لا نعرف اسمك، لا نعرف شكون انت، لا شفنا لك حاجة، لا شفنا لك موقف، لا شفنا لك حركة، لا شفنا لك الأخر مقابل قص على الغنمي والكسكسي كما قال لك الأخر والسيسي بي وفي الأمان عثمان. يا ربي اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. ربي يكون في عون الصلاح اللي راهم في ذيك البلاد، وربي يكون في عون اهلي وخاوتي ويما وبابا والناس اللي نحبهم كل ان شاء الله يا ربي. ربي يفرج عليكم فرجا قريبا. هذوما ناس ما يمثلوش المجتمع الجزائري، ما يمثلوش الجزائريين، هذوما ناس فارضينهم ناس، يفرضوهم لك، تبلوكيهم من السوشيال ميديا، يجيبوهم لك في استديوهات التلفزيون،
تبلوكيهم من يهبطولك في المجلات، تنحي القنوات ناس محتمينهم. شوفوا، لا كان تحسابوا في الجزائر راح تقدروا تطيحوها بالاساليب هذه الرخيصه، ولا انكم تشوهوا سمعتها، ولا تضربوا ولا تشكوا في دين هذا الشعب المسلم المحافظ، مازال عندكم ما تقرأوا، مادام مازالوا فيها احرار كيما خونا هذا، مازال فيها احرار كيما خونا هذا، ونحسبه عند الله كذلك. وكاين بعض المرخوفين كيما حبيبنا هذا، اسمع وش يقول الشيخ باش تقارن، باش تعرف اخي المواطن وش انا نحكيو. مع الحفله تاع دي جي سنيك خرجت قوه، ما بدي كانت فيها قنطه خرجها. شوف ديجا راني مبحوح، عباك دي جي سنيك ما يخليش قاعد، تولي فيبري، تولي يشعل فيكتريسيتي. بون بعد نجاح حفلة دي جي سنيك نطالب هاد الناس اللي راهم يديروا الحفلات باش يجيبوا لنا نيكي ميناج في الصيف. دوكا كل شهر تاع الصيف لازم حفله، كل شهر لازم يجيبوا واحد عالمي تما في لاكرون بوست هكاك ونشعلوها. وشنو ابداو لنا بنيكي ميناج، هذه نمبر 1 لازم نيكي ميناج. المره الجايه كي تحضر حفله دي جي سنيك ولا نيكي ميناج كيما راك تقول عليها، ما تنساش تجيب معاك اختك مواطن، ما تنساش تجيب معاك اختك انت شخصيا، انت ما تنساش تجيب معاك الاخت الكريمه. والناس هذوم اللي قاعد تقول جيبوهم من الخارج والشركات هذوم ما توصيهمش، ما تنساش تاني توصيهم بين قوسين على الاوقيه وحبوب منع الحمل، ممكن الكريمه تحتاج.